السلام عليكم حبايبي، يا رب تكونوا طيبين ومن ربنا قريبين. نبدأ بالصلاة على الحبيب. النهاردة هنعمل أكل مع بعض، يعني حبيب الملايين زي ما بيقولوا. وسبحان الله، مهما نلف ومهما ناكل من أكلات ما شاء الله، يعني محلات أو في البيت نعمل أكلات، لكن الأكلة دي لازم بنشتاق لها لو خدنا فترة ما أكلناهاش. هنكمل مع بعض حبايبي الفيديو بسم الله للآخر. ومعانا بطاطس عاملاها مخرطاها شيبسي، معانا عجينه طعميه وحاطه على وشها السمسم، معانا فلفل اخضر، معانا خيار، معانا طماطم، معانا جرجير. بصوا، اكله ان شاء الله تعجبكم. في كل وقت تعملوها هتبقى حلوه. حاطه ميه على النار، الميه غليت، حطيت فيها، فتحت فتحات صغيره في الفلفل واحطه على النار عشان ما يتنفخش ويفرقع، فبنفتحه فتحه صغيره، ميه وملح، وبحط فيها الفلفل لما تغلي الميه. بص، هو مجرد ما بيغلي بياخد دقيقتين اتنين، ما تخلوش اكتر من كده عشان الفلفل بيتهري. اول ما يغلي بننزله، ياخد الدقيقتين وبعدين نصفيه. انا لسه حاطاه دلوقتي، وحاطه على العين التانية طاسه وحاطه فيها زيت، وبدات ان انا آه اقلي في الشيبسي زي ما اتفقنا. الشيبسي انا كنت حاطه له معلقتين خل وحبه ملح ومقلباه، وسبته على ما جهزت الطاسه وعلى ما جهزت، يعني ما خليتوش كتير. على فكره الشيبسي لما بيقعد في الخل كتير بيعضم، بينشف قوي. فلا، هو انا حطيتهم مجرد ما انا حطيت الطاسه على النار وحطيت فيها الزيت وخلاص بدات اقلي فيه. هنكمل مع بعض يا حبايبي الوصفه. هنقلي الشيبسي كله نخلصه. وطبعا احنا معانا الفلفل على النار، لسه ما استواش، احنا قلنا دقيقتين يغلي، ودلوقتي هنشوف الفلفل اهو ما شاء الله خلاص استوى، ما بياخدش وقت خالص، بيتهري لو قعد ازيد من دقيقتين يغليهم. خلاص كده هصفيه وهركنه على جنب. هنرجع بقى، خلصنا الشيبسي كده وخلصنا الفلفل، هنبدأ بقى في عجينة الطعمية. بصي، يعني الطعمية الصراحة لما بناخد كام يوم ما بناكلهاش بنشتاق لها، يعني يمكن مش بنشتاق للحمة ولا الفراخ ولا الكلام ده زي ما بنشتاق للطعمية. هنقلي الطعمية، طبعا نحط عليها السمسم، بيخليها طبعا طعمها خطير جدا. الطعمية انتي عاملاها في البيت، والشيبسي برضو عاملاها في البيت، بيبقى انضف لولادك. يعني انتي حاجتك نضيفة عاملاها بايديكي، والزيت نضيف. الطعمية شكلي بالشكل اللي انت عايزاه، اعمليها صوابع، اعمليها قرص، اعمليها اللي تعمليه. الشيبسي بعد ما تخلصيه حطي حبة كاري على حبة كركم على حبة كمون وملح، ورشيها عليه برضو، بيدي طعم حلو قوي، العيال هيحبوه. آه، يعني يا رب يحل زادنا جميعا، يا رب يطرح البركة في بيتنا، في أولادنا، وفي مالنا، وفي أكلنا. ويا رب يا رب ندعيها دايما، يرحم موتانا ويشفي مرضانا ومرضى المسلمين أجمعين يا رب. وعين الناس كلها يا رب، اللهم آمين. احنا هنا حبايبي هعمل لكم حبة طعمية محشية. احنا عملنا شوية سادة وهنعمل حبة محشية. الحشوة دي فلفل حار اللي هو الأحمر، هريسة الفلفل، وعليها توم، وعليها كمون، وعليها لو مش حار عادي حطي له شطة، واحشي بيه. بتبقى جميلة جدا. بس في ناس بتحب المحشية وناس بتحب اللي هي السادة، فأنا عملت الاتنين. هنحط على وشهم السمسم. وكده حبايبي خلصنا مع بعض. أنا هنا دي حبة ملح وحبة فلفل اسود هرشها بس على الفلفل الأخضر. على فكرة الفلفل الأخضر بيبقى خفيف وجميل جدا جدا والله لما يبقى مسلوق كده. ومجهزة هنا كده خلاص، خرطنا الخيار وخرطنا القوطة وسلقنا الفلفل وقلينا الطعمية، والشيبسي جاهز معانا، وعملنا احلى صينيه حبيبه الملايين. الصينيه دي بقى هتحطيها في فطار، هتحطيها في غدا، هتحطيها في عشاء، في اي وقت هتاكليها وهتعجب اولادك، والكل بيحبها وبيشتاق لها. حبايبي يا رب الوصفه تكون عجبتكم، فضلا ليس امرا، ما تحرموش من دعمكم، لان فعلا القناه مش هتكبر ومش هتدوم الا بيكم وبدعمكم. وشكرا ليكم حبايبي، ويا رب يحلي زادنا جميعا ويطرح البركة في بيوتنا جميعا يا رب. ويا رب الوصفة تكون عجبتكم،
وشكرا ليكم حبايبي، والسلام عليكم.